الكلمة الآن لدكتور محمد السيد من أطباء ميدان التحرير ومن شهدوا الإصابات والاستشهاد. تفضل دكتور محمد. السلام عليكم. بسم الله الذي أعز مصر وأذل مبارك وحزبه. لقد كنا شهودا على حجم الجريمة التي ارتكبها مبارك وحاشيته، والتي استخدموا فيها كل سلاح عرفته البشرية من الحجارة والسكين، مرورا بالخيل والبغال والحمير، وما أكثر الحمير التي استخدمت ضدنا، وصولا إلى أحدث أسلحة القنص ليطلقوا منها الرصاص ليصيب قلوبا عشقت تراب مصر، وعقولا عقدت العزم على أن تحرر أمتها من الظلم والطغيان، وأعين أبصرت حجم الخراب والدمار والفساد الذي انتشر في البلاد وعانى منه العباد. لقد قتلوا بدم بارد أكثر من 380 وأسقطوا ما يزيد عن 6000 جريح سقطوا في الميدان ليرفعوا علم مصر للعنان، وسطروا بدمائهم العطرة على بلاطين البيضاء صك الحرية ليس لمصر وحدها بل لأمتنا العربية جمعاء، وكتبوا أجمل قصيدة عشق في حب الوطن، قصيدة الحرية. التحية كل التحية لأسر شهدائنا وجرحانا، نقبل رؤوس أمهاتنا وأيدي آبائنا ونحتضن أبناءنا. التحية لزملائي الأطباء الذين ضحوا من أجل هذه الثورة وخاصة المصابين، وأدعو الله أن يتم شفاءهم على خير. الشكر لاتحاد الأطباء العرب على الدور المشرف ولنقابة أطباء مصر على الدعم الكبير والمستمر في الثورة وبعد الثورة. في الختام الشكر لشباب الرسالة الذين أدوا الرسالة. حمى الله مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.